تخيل كده ان حد يقول لك ربنا ينتقم منك انت واللي زيك ويخرب بيتك زي ما خربتوا بيوتنا. طب انا عايز افهم حاجه، ليه الكلام وصل للمرحله دي من السفاله؟ انا هقول لك بقى. اختصار الامر، المثل بيقول يا جاي على قوتي يا ناوي على موتي. من سنتين او من 3 سنين، احنا في 2025، بدات اسعار العربيات تزيد بشكل مرعب. من حوالي 3 سنين، من 2022 بدات اسعار العربيات انها تتحرك بشكل غير طبيعي، لدرجه انه في الشهر الواحد كانت اسعار العربيات بتتحرك مرتين وثلاث مرات. في الفتره دي ناس كتير جدا 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 جدا، واقسم بالله العلي العظيم ناس شخصيا انا اعرفها، باعوا شققهم، باعوا ذهبهم، باعوا اراضيهم، بس الفكره ان هو يشتري عربيتين او 3 أو 4 ويبدا ان هو يتاجر فيهم. وعلى فكره الناس دي لا كان ليها في التجاره ولا كان ليها في العربيات ولا تفهم في العربيات ولا اي شيء، هو مجرد انه لقى الطريق ده هو اسهل واسرع طريق لتحقيق افضل مكسب. ما هو منطقي، انا لما اشتري عربيه ب 300 وبعد اسبوعين 3 شهر اكسب لي فيها 50 60 الف، واشتري عربيه ب 600 وبعد شهر شهر ونص ابيعها ب 700 كسبت فيها 100 الف، وهكذا. فطبعا ده كان مكسب عمر الشقه ما هتجيبه، عمر الذهب ما هيجيبه، عمر الارض ما هتجيبه. فناس كتير جدا 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 اتحركت للتجاره في سوق العربيات، بما انه اسهل واسرع سوق يحقق مكسب. الكلام ده لحد 2024، لحد اواخر 2024. مع بدايات 2025 السنه اللي احنا فيها دي، بدات بقى التوكيلات انها تنزل عربيات والتخفيضات والاسعار، ولحد ما وصلنا لحد من يومين 3 الجي تور اكس 70 بمليون جنيه، عربيه 7 راكب 2026، وهكذا. وبدانا نتكلم انه يا جماعه اسعار المستعمل هتبدا تنزل، وهي بالفعل بتنزل، لانه كده كده لو خدتوا بالكم انه كان في ركود في البيع والشراء، مفيش بيع وشراء. السنه دي كانت اسوأ سنه في عمليات البيع والشراء في العربيات، وده كان سببه انه اسعار المستعمل بدات انها تقرب جدا من اسعار العربيات الجديده، ايا كان بقى الجديد ده كان صيني كان كوري كان ياباني. فلما احنا طلعنا نتكلم مع الناس كصناع محتوى انه الاسعار يا جماعه والمستعمل بينزل وهينزل، احنا كده لعبنا في المنطقه الشائكه بالنسبه للناس اللي باعت كل اللي حيلتها في 2022 و23 و24 علشان يكسبوا في العربيات مكاسب مرعبه، زي ما احنا شفنا على مدار 3 سنين. اقسم بالله العظيم ناس حققت مكاسب مرعبه، زي ما قلت لك كده، مكاسب لا الشقق حققتها كعقارات ولا الذهب ولا الاراضي ولا اي شيء في الدنيا غير سوق العربيات. فمنطقي ان احنا لما نطلع نتكلم دلوقتي في اسعار المستعمل، وان اسعار المستعمل لازم ينزل عشان الجديد مش عارف ايه، وزي ما احنا اتكلمنا كده في الفيديو بتاع امبارح، كان منطقي جدا ان انا اتهاجم واتشتم، وانت ايه اللي بتقوله ده، واسعار المستعمل ايه وازاي، والاسعار بتعلى، ويا عم مالكش دعوه، واحنا نبيع باللي احنا عايزين نبيع بيه. انت بتلعب في منطقه شائكه بالنسبه للناس، انت كده بالنسبه للناس دي انت بتيجي على رزقهم، انت عايز تخسرهم، انت كده بتلعب في منطقه ممنوع اللعب فيها، ممنوع الكلام فيها. باشا خلاص انا معايا عربيه ب 500,000 وعامل حسابي هبيعها ب 600 ولا 550، جاي دلوقتي تقول لي هبيعها ب 350 اصل السوق بينزل؟ مفيش الكلام ده. فطبيعي جدا ان انا اتشتم، وطبيعي جدا يحصل معايا اي حاجه انا او اي حد زيي بيتكلم على سوق السيارات المستعمله. بس انا كنت حابب ان انا اطلع افهمك احنا ليه بنتهاجم، وتكون الناس فاهمه اللعبه ماشيه ازاي. والظاهره دي اسمها ظاهره المستهلك التاجر، انه راجل مستهلك عادي جدا، لا له في التجاره ولا له في العربيات، ولكن لقى انه السوق ده هو افضل سوق يحقق له مكسب، فقرر ان هو يتجه ليه ويبيع اللي وراه واللي قدامه، بس الفكره ان هو عايز يكسب وما عندوش اي استعداد من اي نوع للخساره. بس اتمنى اكونش طولت عليك. سلام عليكم.